يا أهلا بيكم في حلقة جديدة، الحلقة الرابعة من برنامجكم بين السطور وسلسلة ورق سينما. النهاردة أنا مش جاي أقول لكم معلومات ولا سر تاريخي، أنا جاي أفضفض معاكم في وجع القلب اللي بنحس بيه كلنا وإحنا بنقلب في القنوات، وبنشوف الفرق المرعب بين العمالقة اللي عملوا السينما زمان وبين نجوم التيك توك اللي بقينا نشوفهم النهاردة في التلفزيون عادي خالص. حصل إيه في الصنعة يا جماعة؟ واللي ما بقيناش نصدق الأفلام زي زمان. خلينا نقسم الموضوع لكام نقطة، وهم حوالي 5 نقط بس، مش كتير، مش هطول عليكم. اول حاجه خلينا نتكلم في السبب الاساسي اللي هو التشخيص او يعني التمثيل عامه. مفيش حد بقى يهتم بالتمثيل قوي. انا مش بتكلم على نجوم الناس كلها، لا، على فكره في نجوم زي الفل، معلش عشان ما حدش يودينا في 60 داهيه. بس خلينا في الاول، الممثل زمان كان بيدخل جوه الشخصيه، كان بيتقمص الشخصيه. الممثل النهارده بيمثل الشخصيه بس عادي. يعني مثلا زي، خلينا في مثلا فنانين الشر، واحد زي مثلا عادل أدهم، واحد زي محمود المليجي. الناس ديت مش كانت بتتقمص الشر، ده في ناس كانت بتخاف منهم. ده كان في ممثل ممكن يخاف من الممثل وهو بيمثل من كتر تقمصه. لكن دلوقتي يا باشا بقى يجيب لك اي عد مثلا من على التيك توك بقى ولا على منصات السوشيال ميديا، ويقول لك يا باشا ده عامل ايه، عامل ريتش عالي وهيجي وهينفع وعادي خالص. يعني ظالمين التمثيل خالص. او مثلا دلوقتي في ناس على فكرة مظلومة فعلا بجد فعلا مثلا اقول لك على حاجة، واحد زي محمد فراج، واحد مثلا زي، يعني ناس كتيرة جدا. مين مثلا يقدر ينكر ان هو بيكره محمد فراج في يعني بعض الحاجات ليه؟ يا جماعة الراجل ده فنان، بس للأسف الناس بدأت تكرهه ليه؟ عشان هو بيمثل شر، بيمثل شرير. يا عم ماشي، هو الراجل عمل اللي عليه وخلاك تكرهه عشان هو ممثل شاطر، بس زمان كنت بتحبه حتى وهو بيعمل شرير. عايز تفهمني ان محدش بيحب عادل ادهم؟ يعني يا باشا ده دخل قلب كل الناس. خلينا مثلا في تعبيرات العين وعمليات التجميل والكلام ده. الوشوش زمان كانت عبارة عن دفاتر، هو منظره يا باشا بيتغير في كل الناس، يعني نادرا لما تلاقيه مثلا لابس نظارة متغير عامل حاجة كده يعني. عكس بقى الشخصيات اللي بنشوفها النهارده، بقى الوش المشدود، كل واحد شويه ده يعمل بوتوكس، ده يعمل فيلر، وهكذا. بقى تلاقي الواحد هو ده بتاع هو بيصغر ولا بيكبر، وهكذا وكتير. غير كده ان زمان بقى الناس كانت زي ما هي، يقول لك ايه ده عجز، ده مش عارف ايه. يا باشا الراجل بيطلع كده زي ما هو، بيجي بهدومه اللي زي ما هما. فين يا باشا التمثيل؟ هات الشخصيه وروح داخل راكب على السيناريو على طول. عندك بقى زمان كان في نقطة تالتة اللي هي ايه؟ المثقف. ايه المثقف؟ كانوا بيختاروا الممثل المثقف الشاطر، مش الممثل المشهور. يعني مثلا فنان زمان كان مثقف وقاري وفنان. فنان النهارده بقى هتلاقيه بتاع ترند، مثلا يجيب لك واحد ليه ريتش عالي، عنده مليون فولوز بقى والكلام الفاضي ده. احيانا على فكره بيكونوا موهوبين جدا، بس ما ننكرش ان مش كلهم، صح ولا لا؟ انت يا باشا فنان وجميل وعسل والناس كلها بتحبك وعندك قبول، بس ما عندكش الموهبه، ما نكدبش على بعضينا. انا حاسس ان انا هتشتم كتير قوي في الفيديو ده بس عامه يعني احنا بنتكلم بفضفاضه عادي، انا ما قلتش بحد باسمه، وانسى ان انا اقول اي حد باسمه، والله ما اقول. عندك بقى يا باشا في حاجة اسمها ايه؟ هيبة الكواليس. محدش يفهم الكلمة دي غير معلش مواليد السبعينات مواليد الستينات. ايه هيبة الكواليس دي؟ اللي هو محدش بيعرف يشوف الفنان ده ورا الشاشة. يعني بعد ما الكاميرا تخلص وايه اللي بيحصل، محدش يعرف ايه اللي بيحصل بين الفنان والفنان التاني، بين الممثل، بين المخرج. محدش بيبقى عارف الكلام ده. الناس بتستنى ايه؟ اخبار، جرايد، يعني اذاعه، ايا يكن بقى. لكن دلوقتي يا باشا الممثل تلاقيه رافع ستوري قبل ما العمل يطلع، الناس كلها بتبقى عارفه، يصور كواليس بقى، يشوفوا بيعملوا ايه، الضحك والهزار كله بقى على المكشوف يا باشا. والدنيا كلها بقت بيس، فالناس بتبقى عارفه الاحداث من خلال اصلا الفيديوهات اللي بتنزل على النت. عندك بقى رقم 5 والأخيرة، هي صنعة المخرج المايسترو اللي الناس كلها ظلماه. المخرج زمان كان بيفرم الممثل حرفيا، تعالى دلوقتي الممثل هو اللي بيمشي كلامه على المخرج. يا باشا عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش همثل. طب ليه كده؟ يعني مثلا عندك يوسف شاهين او عاطف الطيب، ازاي كانوا بيطلعوا الممثل نار، دلوقتي المخرجين بقوا يخافوا من النجم وصياحه. عندك عادي ممكن الممثل يشتم المخرج ويشتم طاقم العمل ويمشي ويقول لك مش هكمل معاكم الفيلم، وتلاقي الكلام ده موجود كتير. ما علينا يعني.
انا كنت جاي اتكلم على الفرق الجوهري واللي حصل في السينما، اللي الناس دلوقتي بتنتقد السينما. يعني انتوا بتنتقدوا ايه وبتتكلموا؟ يقول لك زمان مثلا كان في مشاهد دلوقتي احنا منعناها. يا باشا دلوقتي تمام، منعتوا المشاهد مثلا الخارجه، مشاهد يعني سوري مثلا مايوهات، مشاهد بقى من اي حاجه في اي حاجه، لكن بدأتوا تعملوا مشاهد اوحش. هو انت عشان تلغي لي مشهد قليل ادب تعمل لي مشهد بيحض بقى على البلطجه وقله الادب؟ فمش فظيعه يعني. في النهاية السينما هتفضل في الذاكرة، بس الذاكرة محتاجة صناعية بيحبوا المهنة مش مجرد موظفين. دي كانت فضفضة من القلب بس في حلقة النهاردة. لو عجبتكم الدردشة دي وعايزين نكمل بين السطور في حكاوي تانية، يا ريت تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان نوصل ل1000 مشترك بقى ونحتفل سوا بقى. وعلى فكرة أنا هعمل الدرع بنفسي. أيوة لو وصلنا ل1000 مشترك هنا أنا هعمل الدرع بنفسي وهعمل لكم فيديو كمان. كان معاكم محمد ممدوح، نتقابل في الحلقة الجاية. سلام. هنا لكل حكاية عمق، نقرأ ما بين السطور في السيناريو، نبحث عن الشغف وعن سر الصورة، مجنون أفلام، حيث يصبح الفيلم جزءاً من